أشرنا في البداية أنه من أجل أن يعرف. لو عرفنا الله بس بثلاث صفات، لاحظوا ما الذي سيحصل للإنسان من معرفته لصفات الله الثلاث هذه فقط. ولك أن تتخيل بعد معرفتك للإنسان اللي عرف هذه الصفات الثلاث كيف لو عرف الله بجميع أسمائه الحسنى، ماذا سيكون له من شأن. مثلا اسم الله السميع. في عندنا طبيعة نحن الإنسان بشكل عام لما نكون في شخصية اعتبارية في أي مجلس يحاول الواحد يضبط كلامه من أجل هذه الشخصية الاعتبارية، يعني أنه ذا سلوك موجود عند الإنسان، فكأنه كذا يقول له الله طيب طالما أنت تعمل حساب لمخلوق يسمعك، والمخلوق هذا لا يضرك ولا ينفعك ولا يقدم لك ولا يؤخر لك، أليس من باب أولى أن تعمل لنا حساب وأنا أسمعك؟ لاحظوا الله لو عرف بس الإنسان لو عرف الله السميع بيضبط جميع أقواله، لن يتكلم إلا بكلام أراده الله منه. وإحنا مش واخذين بالنا من اللخبطة في الكلام، إنه نحن لما نلخبط في الكلام نعمل تأثير في الكون، تأثير سلبي. نعم، تأثير سلبي في الكون وتأثير سلبي عندنا. كيف مثلا التأثير السلبي في الكون؟ في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولعله عند أبي داود بسند حسن، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا، بمعنى قال لأي شيء الله يلعنه، كلمة سعمة يعني كم مدته، ثانيتين ثلاث. طيب لاحظوا الكلمة هذه إيش بتعمل بالكون الآن؟ قال صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها. فيروس يعلم الله الملكوت هذا الغيب هذا كيف يدير الأمر. طيب لاحظوا أغلقت أبواب السماء دونها، قال ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها. يعلم الله إيش من أبواب في هذه الأرض من نماء وخيرات وبركات، هذا فيروس برضه تغلق. طيب ثم تذهب يمينا ثم تذهب شمالا، يعني ما عقلش تغلق الأبواب دونها. واضح كذا إنه الكون كله يتغلق بموجب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وما تبقاش إلا دائرة واحدة، اللاعن والملعون. قال فإذا لم تجد مساغا، يعني ما حصلش مجال الكلمة هذه، تذهب إلى الملعون، فإن كان يستحقها لبسته، بس بعد إيش؟ بعد القعثة هذه. طيب لو ما يستحقش الملعون، تخيلوا واحد يوم يلعن مثلا حجرة ولا يلعن بهيمة، قال عادت لقائلها. حديث الحقيقة ينبغي كذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا إيش اللي يحصل بالغيب هذا من جراء كلمة قال الإنسان. طيب يقول لك شوف أنت إيش تجعث الكون هذا بالكلام حقك. هيا لاحظوا كم يا كلام سلبي في الأرض يقال لحظيا، يعلم الله الكون هذا كيف حالته، الغلاق حقه يعلم الله كيف يقضي. هذه من حيث تأثير كلام الإنسان على الكون. من حيث تأثيره على نفسه، لاحظوا الله سبحانه وتعالى يقول وقل لعبادي اللي يتحققوا بكمال عبوديتي يقول التي هي أحسن. ولاحظوا كلمة التي هي أحسن. طيب إحنا عندنا تجربة في اختيار الأحسن من الطماطيس، من البطاط، من الأشياء اللي ناخذها، تحصل الواحد يده تنتقل من فوق هذه لفوق هذه، ليش؟ هذه أحسن من هذه. طيب كذا يقول لك كن تقي كلماتك كما تنتقي الطماطس حقك. طيب إذا لم يحصل مني الانتقال لكلامي على هذا النحو، أقول لك خلي بالك إن الشيطان ينزغ بينهم. يعني أنت فتحت مجال للشيطان. الإنسان الذي لم يراعي هذا القول وقال التي هي أحسن فتح مجال للشيطان يشتغل شغله. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الله اللي خلقك يقول لك كده، بالتالي ينبغي أن تحرص على أنك تقول القول الإيجابي اللي ما يؤثرش لا بالكون ولا في نفسك. ولهذا الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين الآن اللي آمنوا بالله السميع هذا الأمر، وهو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. لاحظوا كلمة سديدا كده، يعني كأنه الواحد ماسك بندقية يوجه نحو هدف،
يعني كلامك يكون موجه وسديد يخدم الغرض الذي يقال من أجله في مراد الله سبحانه وتعالى. طيب إيش اللي يترتب على قولي السديد الآن؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. لاحظوا، يصلح لكم أعمالكم، الأعمال الصالحة. طبعا الإنسان لأنه ناقص الله يقول لك أنا أكمل نقصك في أعمالك. والذنوب الأعمال الخاطئة يقول لك أصلح لك هي. مجرد أنك بدأت تراعي الله في سمعك، وقبل أن تتكلم كذا تعمل حساب أن الله يسمعك وما تقولش إلا كلام يرضيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقولك السديد طاعة لله ولرسوله ومراعاة لمعرفتك لله وأن الله يسمع ما تقول. طالما أنت تضبط أقوالك لأن الخلق يسمع ما تقول، من باب أولى أن تضبط أقوالك لأن الله يسمع ما تقول. فلاحظوا كم سيصلح من الإنسان مجرد معرفته لله السميع بس. طيب الله البصير، الله يراني. طيب وما دام الله يراني، أنا عندي طبيعة وكل إنسان هكذا، إنه إذا وش يعمل حاجة قبيح يحرص أن لا يراه أحد من الخلق. عنده هذا الحرص. الإنسان بطبيعته هكذا. بل لو توهم مجرد توهم إنه في حد يراه يتوقف عن فعل القبيح. طيب إذا كان الإنسان يتصرف هذا التصرف مع مخلوق لا يملك له لا ضر ولا نفع ولا يقدر يعمل له شيء، أليس من باب أولى أن يضبط فعله لأن الله يراه وحياته بيده وهو ملك لله والله يعمل به ما يشاء؟ أما الإنسان هذا اللي جالس الواحد يعمل له حساب، يقول لك أنت عندك السلوك هذا أيها الإنسان. عند الإنسان هذا عنده سلوك إنه في حد يراه وبالتالي يتوقف عن فعل القبيح. طيب ليس من باب أولى أن يمتنع الإنسان هذا عن فعل القبيح لأن الله يراه؟ لاحظوا الآية هذه اللي يقول الله سبحانه وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لاحظوا، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. يعني يقول لك خلي بالك كلامك تحت المراقبة. قلت بصوت مرتفع ولا قلت بصوت منخفض، عند الله ما تفرق السيئة. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. كنت بالليل في ظلمة الليل ولا كنت في وضح النهار، الأمر سيان عند الله. وكما إنك تعمل حساب للمخلوق في كلامك وتعمل حساب للمخلوق في فعلك، اعمل حساب لله السميع البصير، وستضبط أقوالك أيها الإنسان على مراد الله وستضبط أفعالك على مراد الله. لاحظوا هنا صلح ظاهر الإنسان، صلح ظاهر الإنسان، لأنه ظاهر الإنسان الأشياء الظاهرة من الإنسان تخرج إما أقوال وإما أفعال. مخرجات الإنسان ليست إلا كذلك، إما أقوال وإما أفعال. فبمعرفته لله السميع ضبط أقواله، وبمعرفته لله البصير ضبط أفعاله. طيب إيش باقي؟ باقي الآن داخل، وهو الإنسان هذا يفكر تفكير سلبي، يطلق مشاعر سلبية، ينوي نية سلبية. بالتالي الله يقول له خلي بالك، الله عليم بذات الصدور، وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ يعني ما انتمش مخبئين على الله، الله اللي خلقكم وبالتالي يعلم ما يدور في بواطنكم، يعني من مشاعر ومن خواطر. فإذا علم هذا الإنسان أن الله سبحانه وتعالى عليم بما في نفسه دون أن يبوح به، أكيد سيضبط خواطره وسيضبط نواياه وسيضبط مشاعره وأحاسيسه وسيضبط تفكيره. يعني لاحظوا الإنسان الآن ضبط كليا بمعرفته لله السميع ضبطت أفعاله، ومعرفته لله البصير ضبط أفعاله، ومعرفته لله العليم ضبط خواطره ونواياه ومشاعره وأحاسيسه وضبط تفكيره. أصبح هذا الإنسان كذا مكتمل بعبوديته لله ظاهرا وباطنا. متى ما وصل الإنسان لهذه الدرجة من الضبط لعبوديته لله،
يرى كفاية الله له في كل شؤونه. لأن لاحظوا السؤال القرآني: أليس الله بكاف عبده؟ إنسان عرف أنه عبد لله، وأنه في بو إبداع وفي بو كمال أوجد الله داخله، وعلشان الإبداع والكمال هذا يخرج لازم يراعي الله سبحانه وتعالى ويعمل بموجب ما أراد الله سبحانه وتعالى منه. وأكمل ما يتسلح به الإنسان من علم أن يعرف الله سبحانه وتعالى. لأنه لاحظوا الآن إحنا ذكرنا فقط 3 صفات لله: السميع، البصير، العليم. لو ضبط واحد، يعني لو عرف الله الإنسان الله بهذه ال3 الصفات، ضبط أقواله وأفعاله وخواطره ونواياه وأحاسيسه وتفكيره وما إلى ذلك، فحصل لهذا الإنسان كمال العبودية، وبموجب كمال العبودية يكفيها الله. فأسأل الله أن يكفينا، أولا يثبتنا كذا على كمال عبوديته، وأن يكفينا. قلت ما سمعتم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد.